اللحظة المهمة هندوق. ايه ده بقى؟ انا عايزاك بس الاول تمسك الشوكه كده وتدوق. اه. وانا كمان هاكل معاك عشان يبقى عيش وملح. عيش وملح. يبقى عيش وسجق قصدي. اول مرة اصور مع حد ويقرر ياكل معايا. ايوه، ما يعني اللي يبقى لي الشرف ان انا اكل مع ده حضرتك شرف يعني. ليا. السجق ده بقى ايه؟ ده البلدي اللي انت عاملاه بايدك. بصوا، بجد السجق يجنن. تعمل معانا بشكر في ازاي؟ اكلي. والله العظيم ما مجاملة. هي تستاهل تتجامل، ست جدعة. بس والله ما مجاملة. انا ما دقته في مصر. يا لهوي يا لهوي على الكلام الجامد والله ده. العظيم يا شيخ بجد راجل. بجد والله العظيم يا متشكره شيخ راجل. تحفة. ومبسوطه جدا برايك والله. ولازم تدوق بقيه الحاجات اللي في الطاسه بقى. ما بدي حياتي الميزه بص تدخن. بقى ان انت تقعد تدور كده، يطلع لك كل حاجه مختلفه عن التانيه. يعني مره تطلع في ممبرايه، ايوه. الحته اللي بعدها في كفتيه كده يعني. ايوه. ما شاء الله. مش عارفه ابتدي منين، انا تايه طب كملي اكل يا مدام رنا. اهو انا هاكل. اول مره اكل مع حد والله بصور معاه. تخيلوا اول مره نشوف حد هناكل مع بعض عيش وملح عشان وزي يبقى عيش الحاره. وملح. لا ده غير كمان ان احنا عاملين كمان افتكاسه اليومين الجايين. هيكون انا اول حد عملها. بس مش هحرقها ومش هقول هي ايه. كنت هتكلم وبعدين قلت هتتقلد فقلت لا هسكت. طب الليمون بقى. الليمون ده الليمون ده ده بيتي. بيتي يعني ايه؟ بيتي ماما هي اللي بتعمله وانا بساعدها بصراحه للامانه يعني. ايه يا جماعه الجمال ده. ده ليمون جد اقسم بس. بالله تحفه. حد بيعمل ده عن نفسه. ليمون جدتي. ده ليمون بتاع زمان، ده ليمون جدتي حقيقي. تحفه. انا بس عندي سؤال، اخر سؤال. اتفضل. اللحمه اللي انت بتجيبيها دي قلت لي لحمه بلدي. بلدي. لما الكيلو يبقى ب 450 جنيه ولا انا ما ربع. بجيبوش ب 400 ولا 450. ما تقوليش بكام بقى. لا انا بس مش هقول، بلدي. ولكن هي بلدي. انا اصلا ولاد عمامي كلهم جزارين في المنوفيه. فبيجاملوك. هم مش فكره بيجاملوني، هم دايما بيدعموا الناس الشاطره. اذا كنت انا او غيري فهم اوريدي واقفين جنب الكل. فعايزه اقول لك ان انا الحمد لله الحمد لله ربنا كرمني بناس كويسه قوي في حياتي. تعال نتكلم عن دي بقى بجد. ده عباره عن ورك فرخه اللي هو شيش، بس واضح انها متبلاه. طبعا. قعد له يوم في التتبيله. اهو ثانيه واحده. عايز اقول لكم طري جدا. مش هعرف اقول الكلام اللي بيقعدوا يقولوه جوسي انا اقول لكم الكلام اللي من الاخر. دي على غفله اهو. على غفله. اهو. ده الكيلو بكام بقى؟ ده الشيش كله 300. ب 300 كيلو كيلو. كيلو. بس ده نص، يعني الطبق ده كله بسم الله ما شاء الله نص كيلو. ب 150 ب جنيه 150 جنيه. ما بتعملش اطباق شاورما لحمه او فراخ اللي برضه نيه؟ بعمل، عندي شاورما، عندي شيش، عندي كفته، عندي برجر، عندي ستريبس، طب كل تقول لنا الحاجات دي. الاسعار كده مع بعض كده، يعني الشاورما بكام، الشيش بكام؟ تمام، ولكن انا برضك هعمل عروض خاصه لحضرتك. ان احنا عندنا كل منتجاتنا كمان فروزون على التسويه. يعني مش بس كمان مستوي، لا انت تقدري ست البيت تاخد المنتجات كلها على التسويه وتسويها في البيت. اسعارنا اقل من اي حد، جودتنا الحمد لله كويسه جدا. مش بشكر في نفسي، بس انا عارفه ان انا بتعب في الحاجه وبكلفها كويس قوي. ده شيش، ده سعره 300 جنيه بدل 350. عندنا كمان ستريبس بيتي ب 275 بدل 325. ورق العنب ب 175، الكرنب ب 150. الستريبس قلنا. عندي برجر لحمه ب 300. بس ثانيه واحده اوري حضرتك برضو. برجر اللحمه. الست دي عظيمه يا جماعه. حبيبي. بس القطعه بتبقى وزنها 100 جرام. ده ب 300 بدل 350، وكل شغلنا بلدي لسه بقول كل شغلنا بلدي. وانا اصلا اوريدي بقالي 10 سنين شغاله. يعني مش النهارده بس، انا فاتحه المطعم من 4 شهور، ولكن انا بقالي 10 سنين اونلاين. واللي عايز يقدر يتصل بيكي. طبعا يتصل في يوميها وياخد اللي هو عايزه في يوميها، ولا يتصل قبلها؟ الفريزون بيتاخد في يوميها، كل المنتجات عندي يوميا. ولكن الفريشات اللي بيتصل يكون قبلها بساعه او بساعتين، عشان انا بعمل كل حاجه فريش. ما شاء الله. يعني انا ما بخليش مثلا الحله الكتير كلها خضار، لا انا بعمل كل الحاجات يومين بالطلب وبالحجز. انا عايز اعمل تعظيم سلام للشيف رانيا. الشيف رانيا ست جدعه، ست شاطره، ست مجتهده ونجمه كبيره في حتتها. ربنا يوفقك ويرزقك. اخر حاجه معانا ده البانيه المتبل ستيك على القلي على طول برضه. ده بكام؟ ده ب 250 بس. كام؟ 250. ده 220 ني. ما انا ببيعه 250. ده العلبه دي لوحدها ب 6 7 جنيه. ايه ده حضرتك بتشتري العلب دي فين بقى؟ عشان بنعمل في موزع الحاره. انا يعني نفحت سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام، فانا بشتري منتجات كده بعبي فيها يعني. عايزه اقول لك ان احنا كمان بنعمل وجبات الخير هنا عندنا باستمرار. ربنا يجعله في ميزان حسناتك. اللهم امين. وان شاء الله دايما رقم واحد. ربنا يحفظك. الشيف رانيا يا جماعه، اكل البيت هيجي لك لحد البيت. شكرا شيف رانيا. شكرا لحضرتك، وبجد نورتني وانا سعيده بزيارتك جدا. ربنا يخليك يا رب. ربنا يحفظك يا رب.